ببلش الفيلم بشخص هارب من اثنين وهم بيركضوا وراه وهو دخل جوا عمارة ووصل عند باب وصار يطبل عليه. ما حدا بيفتح له، بيشمع الباب كتف بيقلبوا على الزلم اللي واقف وراه وبهرب من بلكونة الشقة وبنط على بلكونة قبالها، واللي مثبت البلكونة صنايعي مش شاطر تفسخ فيه البلكونة وهو بضل واقع على الأرض، وبكمل هروبه من الشخصين اللي كانوا طردوه. واخذ توك توك من واحد ببيع خضرة كان ينادي على شوال البصل بدينار، والاثنين بيركبوا سيارتهم بصيروا طاردوا فيه من حارة لحارة ومن زنقة لزنقة، تقلب فيهم السيارة وهو بتدعس السيارة بخش في القزاز الأمامي إلها وبتوفى. وبنروح للمشهد اللي بعده، بكون في محقق اسمه ألان بيحضر بجنازة صديقه، بيجي عليه زميله بيقول له بالله دقيقة بدي أورجيك شغلة بتحط العقل في الكف. هذا الشخص توفى بحادث سير، أنا أول ما شفته فكرته أنت، لولا إنهم حكوا لي إنك بتحضر بجنازة، وهذا موته فيها شبهة جنائية، وهي الأغراض اللي لقيناها معه، وعلبة الكبريت مكتوب عليها اسم فندق. سيباستيان بنصح ألان إنه ما يحقق في القضية ويتركها لغيره. بحكي له كيف أتركها؟ أنت مش شايف شكله؟ تقول أنا. وبسحبوا حالهم بروحوا على الفندق، بتستقبلهم صاحبة الفندق وبتحكي له أهلين سيد ميخائيل، وألان بمشي معها على أساس إنه ميخائيل، وبطلب منها المفتاح وبسألها إذا في حدا سأل عنه. تحكي له في شخص اتصل عليك وهي اسمه مكتوب على الورقة، وبتعطيه مفتاح الغرفة. بيطلع ألان وسيباستيان للغرفة فوق وفتشوا في أغراضه، وسيباستيان بفتش في أوراقه بيلاقي جواز سفر، وبيلاقي تاريخ ميلاده متطابق مع تاريخ ميلاد ألان، حتى إنه واصل هون مباشرة على فرنسا وسائل عن ألان. ألان بتصيبه الحيرة وبروح لوالدته وبحكي لها عن اللي صار معه اليوم، فوالدته بتعترف له وبتحكي له إنه هذا أخوك التوأم، وإنها ما كانت تقدر تتحمل مسؤوليتهم لا ماديا ولا معنويا، فاضطرت تبيع واحد منهم لعائلة روسية، وهيك أنت كبرتك وربيتك وخليتك محقق قد الدنيا. ألان بيطلب منها اسم المحامي اللي تمم الصفقة، تسأله ليش، بجاوبها انه كان جاي علينا مباشرة واول ما وصل انقتل، وانا بدي اعرف مين ورا قتله. والدته فعلا بتعطيه اسم المحامي، وسيباستيان بيحكي لألان خلص انسى الموضوع، ميخائيل مات والمحامي ما راح رجع لك اياه اصلا. ألان برد عليه وبجاوب وبقول له اخوي انقتل وانا بدي اعرف مين اللي ورا قتله. وبس يصل المكتب المحامي بيطلعوا بالاسانسير وبشوفوا واحد بملامح روسية وشكله مريض، وبس يصل المكتب بتطلعوا فيه دخنة بتكون طالعة من تحت الباب، وبس يفتحوا الباب بينفجر في وجههم. ألان بيسمع صوت بنت بتصرخ بتستنجد بأي حدا يجي ينقذها، وبس يصل لعندها بتكون مرعوبة كثير وخايفة، وتصير تترجف ألان انه ما يقتلها، وبتعطيه ملف التبني بتحكي له انه المحامي هو اللي طلب منها يخبيه وما يظهره لاي حد. ألان بيمسك السكرتيرة بده يطلعها من النار، برد يرجع له الروسي، وهذا الروسي بيطلع اخو مطبله، بمسك ألان وبرميه من الشباك. ألان بتعلق بالظرف، برد برجع له بيسلخ وشلوطه بنص صباح، برد برجع له جوا بقول له انت بدك ترميه من الشباك، بيسلخه ركبه في نص بطنه وبيشمعه بوكس وبغيبه، وبقدر ألان يخلص السكرتيرة من النار. وسباستيان بيحكي لألان انه السكرتيرة بتحكي انه الشخص الروسي هو اللي حبسها، قتل المحامي واضرم النار في المكتب كله، وبحكي له انه اخوه كان متبنى من شخص دبلوماسي روسي وانتقل على الولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد في ولاية نيويورك. فألان بحكي له لازم يروح على نيويورك عشان يكمل تحقيق مين قتل اخوه. بحكي له كيف بدك تروح والقاتل لسه ما بعرف انه اخوك مات، احتمال كبير يفكرك انت ويقتلك. فألان بحكي له اللي صار لاخوي كان ممكن يصير إلي، لازم اكمل المشوار واجيب حق اخوي. وفعلا ألان بسافر على الولايات المتحدة الامريكية وبركب مع شوفير تاكسي كثير حكي، لوك 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 لوك، وعامل حاله فتحه له بيعرف كل اشي في نيويورك. ألان بيسأله عن شخص اسمه أليكس بوهيميا، وبكون هو الشخص اللي اتصل على الفندق وصاحبة الفندق كتبت اسمه على الورقة، وبتفق ألان مع شوفير التاكسي انه يرجع له بعد ما يقضي مشواره. وألان بدخل على حارة فيها نوش كثير وبيلاقي ختيارة واقفة في الشباك، اول ما بده يجي يسألها بسكر الشباك في وجهه، بيجي لألان ولد ازعر بحكي له ايش ابو الشباب، وبده يحط ايده عليه وبحكي له يا صديقي. الولد بقول له نزل ايدك، وبكون في زلمه واقف على الدرجه بعيد بقول لهم اتركوه. فلما اجاله الزلمه الاسمر قال له اللي ما بيعرف الصقر بشويه، وهذول لانهم ما بيعرفوك مش خايفين منك، والزلمه هذا بكون مفكره ميخائيل. فألان بعرفوا انه مش ميخائيل وبعرفوا بالقصه كامله، بحكي له ميخائيل كان هون بس رجع مع اسرته على روسيا وهو بعمره 16 سنه، وبنصحه يرجع على فرنسا لانه الاشياء اللي راح يشوفها بشعه. وألان بيساله عن أليكس بوهيميا، فبيجاوبوا انه ما بيعرف الاسم هذا ولكن بيعرف بار باسم بوهيميا، وبعطيه العنوان وبروح ألان لهناك. واول ما بدخل البار في رجل من العصابات الروسيه بيحكي تلفون مع شخص ما وبصير يتابعه، والبار مان بيكون مفكره ميخائيل بعطيه مشروبه المفضل، وبتجي له بنت كرموش هي بتحكي له في لك تلفون، وفعلا بتاخذه لعند مكان التلفونات بتحكي له انت مجنون شو اللي جابك هون، انت محطم نص خشوم الموجودين هون، وبتعطيه مفتاح غرفه في فندق وبتقول له اسبقني هناك وبسرعه قبل ما يشوفك حدا، وبتطلعه من الباب الخلفي للبار. وهو طالع بيجي له الزلم الاصلع اللي كان بيحكي تلفون ومراقبه معه اثنين، وبحكي له انت لازم ترجع لجوا عشان ايفان بده اياك ضروري، وانه احنا كنا اسره واحده وانت غدرت فينا. واحد منهم بيهجم على ألان بضربه بثنيش عليه، الثاني بده يطعنه بالسكين بتفاداها ألان وبضربه على ايده بكسر له ايده بكسر له خشمه، والاصلع بمسك غطا سطل زباله وبصير يترجى ألان انه ما يأذيه، وبهرب من مكانه. بيجي شوفير التاكسي بيقول له انا جيت في الوقت المحدد، وألان بروح على الفندق وبيحجز غرفه ثانيه غير الغرفه اللي اعطته مفتاحها أليكس. وبصل ايفان للبار وبلاقي رجاله مضروبين من ألان، بخلي واحد من رجاله يطب كتل في الاصلع وبقول له انت ما قدرت تحافظ على ميخائيل عبين ما اجي، فبيساله ميخائيل حكى مع مين، فبيأشر على أليكس وبقول حكى معها.
بسأل أليكس وبقولها شو حكالك؟ احكي له بس أنا حكيت له إنه في مكالمة إله. بقولها بس؟ بتقول له بس. بقولها إن شاء الله ما تكون بتكذب علي، لأنك لو بتكذب علي مش راح تكوني حلوة بعد هيك. بتقول له أنا أكذب عليك؟ إن شاء الله أعدمك إذا بكذب عليك. بحكي لها خلص ارجع على شغلك. وألم بكون نايم في الغرفة اللي حجزها، طبل عليه الباب، بفتح بتكون أليكس على الباب. فبتحكي له شو بتسوي ولك هون؟ مش أعطيتك مفتاح غرفتي؟ بتعرفش إنه ألن عرس. المهم بتحضنه بتقول له أنا مشتاق لك كثير. ببعدها عنه وبقولها أنا مش ميخائيل، ميخائيل مات. في الوقت هذا بصل إيفان مع رجاله للفندق وبكسروا باب غرفة أليكس، وإيفان بسمع صوتهم بصير يراقبهم من العين السحرية. إيفان ما بلاقيهم في الغرفة، ببرد ينزل تحت للريسبشن وبصير يهدد في الزلم اللي واقف على الريسبشن وبورجيه صورة ميخائيل، بقول له هي في الغرفة اللي قباله. برد بيطلع إيفان ورجاله على الغرفة، بكون ألان وأليكس هربوا على السطح، وبس يصل إيفان للسطح بلمحهم وهم طالعين من باب السطح، ببلش يطخ عليهم وبنزلوا باتجاه البار، بكون ايفان ورجاله لساتهم وراه. بيطلعوا من البار بكون التاكسي بيستناهم برا، بيركبوا في التاكسي وبيجي الرجل الروسي العرس بصير يطخطخ عليهم، بيقدروا يهربوا منهم، بس ببين بعد هيك انه الشوفير مصاب بطلقات ناريه. بخشوا على اقرب زقه وبودعوا الشوفير يموت بسلام، بروحوا عشان يشربوا لهم فنجانين قهوه مع بعض ويتجاذبوا اطراف الحديث. انه ميخائيل كان يحكي لها دائما انه الوضع تحت السيطره وانه عنده خطه للخروج من المأزق هذا، بس هم قتلوه قبل ما ينفذ الخطه. بسالها ميخائيل كان شو بالنسبه لك؟ فهي بتحكي له انه ميخائيل بالنسبه لها كان كل شيء، فبطلب منها انه يروح معها على البيت. فهي بتحكي له انت انجنيت، انت خربطت لي كل حياتي، حتى شغلي خسرته وبدك تتسبب كمان بمقتلي، فبتتركه وبتروح. فبترجع له بتحكي له انه ميخائيل كان دائما يحكي لها انه لازم نتنقل وما نضل بمكان واحد لفتره طويله، وبتفهمه انه ما بينفع انه يبلغ الشرطه، وايفان ورئيسه كيروف ما رايحين يتركوك في حالك، فعشان هيك بتقرر انها تاخذه لمنزل اخوه. وبنروح للاثنين اللي كانوا طاردوا ميخائيل في اول الفيلم، وبتضح معنا انهم عملاء FBI وعملاء فاسدين، وكانوا بيطاردوا ميخائيل لانه معه قائمه باسماء العملاء الفاسدين وبدهم يخلصوا عليه ويتلفوا المستندات قبل ما تصل للحكومه الامريكيه. وبيعرفوا انه ميخائيل في له اخو عايش في فرنسا، عشان هيك ميخائيل خبى المستندات في بنك في فرنسا. وألم بلاقي واحد متخبي في السياره براقب البيت، بتناوله من جوا السياره وبنزل فيه تخبيط، بكسر له ايده وبخلص عليه. لما بدخل البيت بلاقوا البيت منكوش على الكامل وكل شيء مبعثر، وانه حدا ناكش البيت وكان يدور على شيء. يصير ألان يتفقد في المكان، بلاقي صوره في كل مكان، وبسأل أليكس ليش ميخائيل استنى 5 سنوات ليدور عليه، وهي بتسأله عن لباسه في الزي العسكري، فهو بيحكي لها انه كان قناص بالجيش. وفجأة برن الجرس، بكل الاصلع برا عامل حاله الدليفري تبع البيتزا. ألان بفتح الباب، بيستخ البيتزا شلوط بلبسها في وجهه، وبيدخلوا جوا البيت وبنزل فيه تخبيط وتكسير. وبكون ايفان عند كيروف وبحكي له عشان نقدر نسيطر على ميخائيل لازم تعطيني حرية في التصرف. بقولوا لا يا حبيبي مش كوس هالشغلة، انا اعطيتك اوامر بتنفذها بالحرف، بدي ميخائيل لعندي هون وما يكون مخدوش خدش، وطالما ميخائيل هون معناته المستندات لساتها في فرنسا. وبكون ألان وأليكس نايمين في كوخ، بدخل عليهم عملاء FBI وبفاجئوهم وبيحكوا لألان احنا عملاء FBI واحنا عارفين انك مش ميخائيل، وميخائيل كان بيشتغل معنا وكان في معه قائمة باسماء العصابة الروسية، وميخائيل مات قبل ما يسلمنا القائمة، فكل المطلوب منك. فألان بكمل عنه بقول له اروح على البنك واستلم القائمة على اساس اني ميخائيل. فبحكي له ايوه بالضبط. ألان بيمشي 3 خطوات لقدام، بروح العميل الثاني بكشف عن سلاحه من باب التهديد. فألان بحكي له ما راح اعطيك القائمة لانك بكل بساطة ما راح تقدر تحميها ولا راح تقدر تحميني، لانكم بالاصل ما قدرتوا تحموا اخوي من قبل. العميل بيحكي له احنا املك وفرصتك الوحيده. ألان بيحكي له انا بدي اجرب كل الفرص. بيجي بدهم يهجموا على ألان، ألان بكسر ايد اللي حامل المسدس وبسلخ الثاني شلوط على مناخيره وبقلبه على ظهره وبكلبشهم الاثنين مع بعض، وبغادروا الكوخ وبركبوا السياره. وهم في السياره بتسالوا أليكس كيف هم عملاء FBI وبتعاملوا معنا بالطريقه هاي. ألان بيحكي لها اللي قتل ميخائيل مش المافيا الروسيه، لانه باعتقادهم انه ميخائيل لسه عايش، بينما FBI هم اللي عارفين خبر وفاه اخوي، معناها هم اللي قتلوه. وبيحكي لها انه بده يروح لكيروف بس بده يكون لحاله وما تكون هي معه عشان ما تتعرض لأي مخاطر. بالبداية بتكون أليكس رافضة، بس هو بطمنها وبقولها راح أرجع عشانك. وفعلا ألان بيروح على المكان الموجود فيه كيروف، بثبت الأصلع هذا بالمسدس وبخش عليهم. يا ويلي عليه الأصلع قد ما أكل كتل من فاندا، بس يصل لعندهم بشر المسدس عليهم كلهم وبحط المسدس على رقبة إيفان. وكيروف أول ما بيشوفه بيعرف إنه مش ميخائيل، فبيسأله مين أنت؟ بحكي له انا اخوه وانه عصابتك حاولوا يقتلوا ميخائيل وتقريبا نجحوا. كيروف بيعرف انه ايفان ورا القصه، فبطلب منه انه يغادر المكان. بيطلع ايفان وقلبه مليان حقد. كيروف بيطلب من ألان انه ينزل مسدس وبقول له انت بامان هون ومش بحاجه لمسدس. وعرف انه كيروف كان عامل ميخائيل بمثابه ابنه. وألان بيطلب من كيروف انه رجعه على فرنسا. بحكي له برجعك على فرنسا بس ميخائيل كان في معه قائمة بأسماء وأنا بدي القائمة هاي. وبقطع كلامهم الروسي وبطعن كيروف وبشتبك هو وألان، وبدخل إيفان وبخلص على كل رجال كيروف وبخلص على كيروف اللي رباه وكان بمثابة أب إله. وألان بلبس أي أواعي بلاقيها وبهرب منه، وإيفان ورجاله بطاردوه لغاية ما يوصل لعند محطة قطار. بنطوا بيجي بين قطارين مرقين، بيقع من الشبك وبنزل هوب على سيارة الشرطة. تعتقلوا الشرطة وبتسلموا تسليم يد للFBI. وبنلاقي إيفان قاعد مع الFBI في السيارة بدي القائمة وألان خلال 24 ساعة، والFBI بخيروه بين إنه يسلمهم القائمة أو
بخلصوا على أليكس. وألن بتطلع على أليكس وبلاقي مظاهر التعذيب عليها، وألن بلاقي إنه ما في مجال إلا إنه يمشي في اللي بدهم إياه، والاف بي اي بأخذوه هو وأليكس وبطيروا فيه على فرنسا، وبيناموا في فندق بسيط، وبدخل ألن الحمام وبتلحقوا أليكس وبتسأله شو خطتك، بحكي لها لا في خطة ولا في إشي، لبكرة بتنحل كل الأمور. وفعلا ثاني يوم بروحوا على البنك، وبكون إيفان قاعد بالسيارة قبال البنك وحاجز سيباستيان وحاط عليه المسدس، وورجي ألن إنه مختطف صديقه سيباستيان. بدخلوا على البنك وموظف البنك برحب بألن على إنه ميخائيل، وبطلب انه ميخائيل يفوت لحاله بس لانه هاي سياسة البنك. موظف البنك براجع معاه البيانات قبل ما يدخل الغرفة الخاصة بتسليم الامانات، بس يتأكد الموظف انه كل اشي تمام بدخلوا على الغرفة الخاصة. وايفان ببعث الروسي بقول له بهدوء بتخلص على ألن وبتاخذ الملفات، وبرجع الموظف وجاي معاه صندوق ثاني وبقول له هذا خاص بألن، وبس يفتحوا ألن بلاقي فيه تسجيل وفلوس وفي ملفات، وألن بشغل التسجيل، وبكون في التسجيل رسالة له من ميخائيل بيعتذر له فيه عن الوقت المضاعة بين ما يلتقي فيه، وانه مضى الوقت هذا عشان ينظف ويتخلص من البيئة اللي حواليه، وانه يليق فيه لما يقابله. واذا انك بتسمع التسجيل حاليا بكون انا ميت. تاخذ المسدس اللي في الصندوق وبتطخ فيه على الصايب وبتنتقم لموتي، وبتسلم الملفات للسفارة الامريكية وبتاخذ الفلوس إلها. ألم بعطي الصندوق للموظف وبطلب منه انه يسلمه للسفارة الامريكية، وبطلب منه سيجارة وعلكة، بمضغ العلكة وبولع السيجارة وبلزقها في حساس الحريق. وهو طالع بلاقي موظف البنك مقتول والمستندات مأخوذة منه، وبركض ألن عشان يشوف مين اخذ المستندات، بلاقي الروسي قدامه في الاسانسير. الروسي بيسحب منه المسدس وبتناول ألن، بنزل فيه تخبيط وبثبته على الارض. ألن بيقدر يتخلص منه انه بضربه شلوطه في وجهه، برد الروسي يثبت ألن وبكون بده يخنقه ويخلص عليه، بروح بجر السكينه اللي وقعت من الروسي على الارض بغرزها برجله، بسحب السكينه من رجل الروسي برد يطعنوا فيها، وبنهي امر الروسي هذا اللي جننا طول الفيلم. بس يفتح الاسانسير بلاقي الشرطه انه ألن قاتل الروسي، برفع ايديه وبحكي لهم انه انا شرطي، وعملاء الاف بي اي بهربوا على برا باخذوا أليكس معهم وبركبوا في السياره. الشرطه اللي برا بيشتبهوا في السياره اللي فيها ايفان بحط المسدس على خصر سيباستيان بخليه يظهر لهم الباج، وبيقدروا يتحركوا من مكان في السياره. بمشي شوي سيارات الشرطه بتحاصرهم، وألن بخبر الشرطه انه ايفان موجود في السياره. ايفان بيحكي للسواق انطلق بكل سرعتك وما توقف، وبس يتحرك سيباستيان بيشتبك مع ايفان، والسواق بيسحب الرشاش وبصير يطلق على الشرطه، وألن بيسحب مسدس وبعين على الشوفير بيشمعه طلقه بفجر راسه، وألن بصير يطخ على عجال السياره بتقلب فيهم تتفجر، وألن بركض على سيباستيان عشان يخلصوا من السياره، بيكسر القزاز وبيجي بده يسحبه. ايفان بحط المسدس على راس سيباستيان وبقول له طلعني انا كمان. سيباستيان بيمسك ايفان وبصير يلخ راسه في السياره طاخ طيخ، بعديها بطلعوا من قزاز السياره لألن، بتناول ألن بيستخف المسدس في وجهه، وعلى اخر وقت بطلع سيباستيان من السياره وبتنفجر السياره بايفان. سيباستيان بيحكي لألن انه العملاء اخذوا البنت وراحوا بالاتجاه هذا، بصير يدور عليهم بين السيارات، وهو واقف على السياره بدعموه بالسياره بقلبوه على ظهره، وألن بيركب بسياره بصير يطارد وراهم، بصير العملاء يطخوا عليه، بتجاوز السياره عنهم، بصير هو قدامهم وهم ورا، بصير يطخوا على عجال السياره، بحشروه في زروبه بصدم في دراجه ناريه واقفه، بتنفجر الدراجه الناريه وبفقد السيطره على السياره وبدخل جوا مسلخ، وبس يدخل بتنقلب فيه السياره وهم بيدخلوا وراه، والعملاء بصيروا يطخوا عليه عشان يخلصوا عليه، والعميل الناصح لهبل متخبي ورا ذبيحه بطخ على ألن بطخ على رجل الذبيحه وبتقع بروح بشمط وطلقه في كتفه. العميل الثاني بوجه المسدس على رقبه أليكس وبصير يهدد في ألن بيطلع من بين الذبايح وبنط عليه بوقعه على الارض بخلص أليكس منه. العميل بتناول منشار اللحمه وبصير بده يهجم فيه على ألن بتفادى الضربات وبتعلق بهوك وبطخ العميل في رجله، بس بالله شوفوا معي المشهد لما نط عليهم وانكحهم الاثنين على الارض. المهم ألن بيقدر يخلص أليكس من العميل. بنروح للمشهد اللي بعده، بكون ألن قاعد مع سيباستيان في قهوه بيشربوا قهوه، بحكي له انه الملفات وصلت للحكومه الامريكيه وعملوا حمله اعتقالات واسعه للعملاء الفاسدين واللي بيتعاملوا مع عصابات المافيا. في اللحظه هي بتدخل عليهم أليكس، ألن بترك سيباستيان وبروح يتمشى معها، والظاهر انه صار في استلطاف بيناتهم، وبحكي لها انا لا ممكن اترك مرت اخوي تروح لواحد غريب، تعالي خل نروح نتجوز. واذا وصلت لهون احكي ميخائيل 5 مرات ورا بعض. اذا زبطت معك اكتب لي في التعليقات وحط لي لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجايه. ويلا السلام عليكم.